حصريا علمت المنتخب هنا في سان بيدرو أن ما راج بشأن مراسلة نادي بايرن ميونخ لاستعادة لاعب الأسود نصير مزراوي لم يرق لدرجة الرسمية، وأنه لا خطاب ولا مراسلة ولا شيء من هذا القبيل توصلت به الجامعة، وما قيل كان فقط ما نقله اللاعب خلال لقاء جمعه بموفدي بايرن ميونخ في بيدغان يوم السبت خلال جلسة الفحص بالرنين المغناطيسي حين تم جس نبضه لاستكمال التأهيل الطبيعي في ألمانيا، فرض أنه سيبقى مع منتخب بلاده. وبالتالي هذه القصة منتهية إلى غاية هذه الرواية، وسيناريو محمد صلاح مع ليفربول لن يتكرر داخل عرين الأسود. أما عن صمت الجامعة بعد تصعيد نظيرتها الكونغولية التي تبنت رواية اللاعب شانسيل مبيمبا وطالبت الكاف بالحسم عن طريق أخلاقياتها، فقد بلغتنا ما يلي: الجامعة هادئة وتتوخى الهدوء والحكمة في هذا الموضوع، لأن الثقة مطلقة في وليد الركراكي وفي قيمه وأخلاقه، ولم يصدر عنه ما يشين. ومثلما جامعة الكونغو تتبنى موقف مبيمبا، فالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتبنى رواية الركراكي الذي تحدى اللاعب شانسيل مبيمبا. العكس، الأمور واضحة. إذن ده استهداف واضح وممنهج للفريق الوطني عبر عديد الجبهات، والحكمة مطلوبة في التعاطي ومقاربة احتواء إعشاش الدبابير هته.